تلقى حسين الشحات نجم فريق الأهلي المصري صدمة جديدة في أزمة اعتدائه على اللاعب المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز عقب لقاء الفريقين بالدوري المصري يوم 23 يوليوز تموز الماضي. وقال مصدر بالفريق القانوني للشيبي موقع كرة: الشحات قدم للنيابة العامة فيديو يفيد بتصالحهما عقب اللقاء وهو ما تم توثيقه بالصوت والصورة. وأضاف: النيابة رفضت الاعتداء بالفيديو وطلب إرسال محضر صلح بين الثنائي. النيابة أخلت سبيل الشحات بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه لأنه ما زال على ذمه هذه القضية، ما يؤكد أن لم يتصالح بشكل رسمي. وأشار إلى التحقيقات ما زالت سارية في هذه الأزمة.